خروج منتخب مصر من كأس العالم للشباب بشكل رسمي بعد اكتمال كل مباريات الدور الأول. بنخرج من الدور الأول، يعني احنا بنخرج من الدور الأول، من الدور التمهيدي. من الدور التمهيدي بنخرج من الدور الأول. وبنخرج من الدور الأول ايه؟ مش عارفين حتى نصعد أحسن توالد. يعني مش عارفين نصعد حتى أحسن توالد، مش عارفين، مش قادرين. يعني مش عارف. وده كله يعني انا قلت لكم ان احنا خارجين. ناس تانية كانت تقعد تقول لك يا عم هنصعد احسن توالد. فين يا جماعه؟ يا جماعه ما هي واضحه، يا جماعه ما هي باينه، هي مش محتاجه والله. حتى احسن توالد مش عارف تصعد. انت حتى احسن توالد اللي هو داخل مجامله مش عارف تصعد، مش عارف تصعد احسن توالد، لانك انت ما اديتش. مفيش اي بوادر تقول ان المنتخب ده يصعد، المنتخب ده باللعيبه دي تصعد. يعني انا مش عارف. الدور التمهيدي بنخرج منه، الدور الاول بنخرج منه، وبتصعد اصلا كاس العالم بالعافيه. يعني بتصعد كاس العالم بالعافيه، وانت برضو ايه يعني مش عارف. بتصعد يعني بيطلعوا الروح برضو، وتخرج باداء زي الزفت، واداء وحش، ومفيش كوره ولا اي حاجه بصراحه. وما تستاهلش. يعني انت اصلا بتصعد يعني ايه؟ بالدعوات. خلينا نكون صراحة، انت بتصعد بالدعوات وبتصعد بالعافية. يعني انت بتصعد اصلا كاس العالم، بس هي الناس مش متابعة. انت بتصعد كاس العالم بالعافية. يعني انت بتصعد بالعافية وبأداء وحش، بتصعد بالعافية وبأداء وحش، بس بنقول يا رب يمكن في كاس العالم تعملوا حاجة، يمكن تتحركوا في كاس العالم. مفيش برضه. تعال اقول لكم بقى على المنتخبات اللي صعدت لكاس العالم للدور الثاني، دور ال 16. عشان احنا يا جماعه والله ما بنتكلمش من فراغ. عندك المجموعه الاولى اليابان وتشيلي واوكرانيا. المجموعه الثانيه اوكرانيا وباراجواي وكوريا الجنوبيه. المجموعه الثالثه المغرب، المكسيك، اسبانيا. المجموعه الرابعه الارجنتين، ايطاليا. المجموعه الخامسه امريكا، جنوب افريقيا، فرنسا. المجموعه السادسه كولومبيا، النرويج، نيجيريا. مش عارف تصعد خالص ولا اي حاجه. يعني اهو كل المنتخبات اهي. وحتى المجموعه الاولى اللي احنا فيها ما فيهاش اصلا احسن توالد، لان احنا طبعا ايه خرجنا. فليه يا جماعه؟ ليه كده؟ بجد منتخب ضعيف جدا، وانا قلت لكم الكلام ده من الاول. يلا روحوا بقى. انتوا اصلا يعني ما تستاهلوش اي حاجه. يلا عليه العوض بقى. سلام.